ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بافضل حال. انا احمد ابراهيم، ده فيديو جديد. الفيديو النهارده هنتكلم عن كتاب ده، متعة ان تكون في العشرين. كنت قاعد كده وانا بقرا الكتاب بحس بملل، زهق، يعني مش مستمتع لحد ما. فجات لي خطرت في بالي فكرة ان انا ليه ما اعملش فيديوهات عن الحاجات اللي استفدتها من الكتاب. منها اقرا كويس ان انا استفيد من الكتاب، ومنها بعمل محتوى واكتب عن الحاجات اللي استفدتها من الكتاب. بس فدي فكرة الفيديو. النهارده ان شاء الله هتكلم عن 7 حاجات استفدتهم من الكتاب ده. ان شاء الله في فيديوهات تانية منه. انها صلي على النبي. ان شاء الله الفيديو ده هينزل بكرة، وعد بإذن الله النهارده الخميس هخلصه مونتاج وينزل بكرة الجمعة. خميس كام؟ خميس 22/5. ان شاء الله الفيديو هينزل 23/5. ده تحدي بس، وان شاء الله الدنيا هتتغير. اول حاجة، ما تاخدش الحياة بجدية تامة واستمتع بيها زي ما هي. دي اكتر حاجة كانت يمكن تعبان، ان انا واخد الحياة بجدية. اي نعم، ما بتمشيش زي ما انا عايز او زي ما انا حاططها في دماغي، بس اغلب الوقت حتى لو انا بعملش حاجة بحس بتوتر، بحس بضغط، عايز اعمل، عايز اسوي، مش عارف ايه. فلا، ما تاخدش الحياة بجدية خالص. خدها بجدية عادي، بس مش اللي هي لازم تعمل. انت مش روبوت، انت مش انسان آلي. لازم طبيعي كده يبقى مستوى انتاجك كده. مفيش واحد مستوى انتاجه كده. ان الاستمرارية كنت فاهمها غلط، كنت فاكر ان الاستمرارية انت مستمر في الطريق دي. ده غلط. الاستمرارية ان انت تستمر في ان انت تعمل الحاجة باستمرار. بمعنى ان انت النهاردة عملت 50، بكرة 55، بعد ممكن عادة 45، كده انت مستمر. ان انت ما تقطعش الحاجة، ده هو الاستمرار. مش الاستمرار انت مستمر على حاجة في نفس الطريق. انت مش قادر لسه هتمشي، او انت مش روبوت. طبيعي تعمل غلط فترجع عني. اهم حاجة انت لما تعمل غلط ترجع عنه وتتوب. تقع في الذنب لا قدر الله، يعني تستغفر ربنا وتتوب، وتاخد عهد ان انت ما ترجعش للذنب ده تاني. بس فاول حاجة، متاخدش الحياة بجدية وعيشها زي ما هي، بس في الصح. ركز، عيشها كما هي بس في الصح. ما تحسش نفسك متكتف. ربنا ما خلقناش في الدنيا عشان نعذبنا، لا، خلقنا عشان نكافح ونجاهد ونكون نفسنا ونعيش الحياة زي ما هو عايزنا، زي ما ربنا عايزنا نعيش. ليه؟ لأن ربنا يعلم. فربنا عالم كل حاجة، عالم إن أنت دي حاجة هتفيدك فحللها ليك، وحاجة دي هتضرك فحرمها عليك. فأنت ما تجيش تلعب عادي وتقول لا ومش عارف إيه، ودي حاجة حلوة ودي حاجة مش عارف. لا، ممكن يجي عليك وقت وتغلط أو تعمل حاجة غلط، بس لازم تتوب ولازم تعرف الغلط. حاول ما تخليش الغلط يستمر معاك كتير. طيب، رقم 2، بيقول لك لكل رابح ارشيف من الخسائر، ولكن كل خسارة كانت هتقدم للنجاح. بمعنى كل واحد دلوقتي ناجح كتاب بص مليان خسائر. ما تحبش الصورة دي يا أستاذ علي. مليان خسائر، مليان حاجات خسران، بس كل نقطة خسرانها دي كانت هتجربة للمكسب. فحطها في دماغك. خد كل غلط انت هتعمله وكل خسارة دي سلم، حاجة تتعلم منها. خد كل غلط اللي هتغلطه درس اتعلم منه. معلومة رقم 3، قالك ان التركيز على الذات ده مش انانية خالص. كنت نحسب ان انت لما تركز على ذاتك انت اناني. لا، انت مش اناني، انت كده صح. انت تشوف نفسك مركز مع نفسك، هتشوف نفسك ايه الحلو فيه كمل عشان تبقى احلى، وهتشوف نفسك ايه الوحش فيه، ايه الغلط اللي انت عملته عشان ما تعملهاش وتبقى احسن. فالتركيز على الذات مش انانية خالص، ده هو الصح. في فرق بين حب الذات والتركيز على الذات، وفي الانانية ان انت نفسك قبل اي حد حتى لو غلط، دي الانانية وده غلط. انما التركيز على الذات انا نركز على الذات عشان نشوف ايه الحلو فيه، نحطه كده ونقويه نوديه الجيم عشان يقوى، والوحش فيه عشان نبعد. فديك تركيز على الذات، وده مهم وده مطلوب، وده اللي هنحاول نعمل. الحمد لله ان شاء الله كل يعمل وكل يبقى فل الفل والكبد دي صح الصح. رقم 4، قال لك افضل استثمار في الحياة هي الاستثمارات اللي تستثمرها في نفسك. الاستثمارات اللي تستثمرها في نفسك ده حاجات كتير، منها كورسات، منها ان انت تطور نفسك في اللغة، منها ان انت تطور جسدك ان انت تكون جسد قوي. استثمارات في نفسك كتير، وهي دي افضل استثمارات. افضل انواع الاستثمار هي الاستثمارات اللي تستثمرها في نفسك. دي احسن حاجه، ان هي هتعود عليك انت. الاستثمار اللي هتحطه في نفسك هيعود عليك انت بالنفع في اي حاجه، سواء في كتاب، سواء في كورسات، سواء في اي حاجه، سواء في كلمه طيبه، سواء بذكر الله. ده استثمار في نفسك هيعود عليك بحسنات في الاخر. فاي استثمار هتلاقي احسن من اللي انت تستثمر في نفسك.
رقم 5، قال لك ابني الجسد القوي يساعدك على الاستمرار فيها ان انت تعمل العادات. وهنختصر لك الكلام ده في حديث تقريبا، قال ان المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف وكلاهما خير. هما اتنين تمام، بس المؤمن القوي لا يعرف يجيب حقه، صح؟ قوي، قوي عقليا جسديا بنيانيا فكريا، قوي، القوة أحسن وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. بس هو اتنين مؤمن، واتنين لازم يكونوا مؤمنين، بس واحد هنا وواحد هنا، بس اتنين تمام. فاهم الفكرة؟ بس فابني جسد قوي، تمرن، تقوي جسمك، قوي عقلك، لازم اللي هو تطور نفسك. وأهم حاجة تركز على نفسك، عشان نفسك هي الأهم. أنت هتحاسب على نفسك، مش هتحاسب على نفس حد. هتحاسب على نفسك، مش هتحاسب لأبوك، أبوك مش هيتحاسب لك، صاحبك اللي أنت غلطت في حد عشانه مش هتحاسب مكانك أي حاجة. صاحبك اللي أنت خليته يعمل ذنب، مثلا بعت له أغنية مثلا قول له شوف الأغنية دي، أو مش هينفعك، أنت اللي هتاخد الذنب وأنت اللي هتتحاسب مش هو. وركز على حالك يعني. كل مرة مثلا يعني نبقى ماشي شوية بعدها يحصل تخبطات، نمشي شوية نجح مش عارف ايه، انما كنت مثلا بدري لقيت انام متأخر، بس لازم تحاول. انت داير حاجة عشان تحاول، فلازم اسمها الجهاد، جهاد النفس، ودي أصعب أنواع الجهاد. فأنت لازم تحاول. الإنسان مسؤول عن السعي وليس النتيجة، فأنت لازم تسعى. تسعى أنت تصحى بدري، تنام بدري، تمرن نفسك، تسعى على 500 حاجة. النتيجة دي بتاعت ربنا واحد. خدت نتيجة في الدنيا تمام، ما خدتش في الدنيا باش هتكتك في الآخر بس. رقم 6، قال لك تواصل مع أشخاص الرائعين. الرائعين يعني اللي هو نفس فكرك. الأشخاص ده مهم خالص، أنا كنت مهمل الأشخاص ولحد دلوقتي مهمل الصراحة. بمعنى إن أنت تشوف اهتماماتك. أنا مثلا عايزة ناس متدينة تعرف ربنا، ناس عايزة تنجح، عايزة تنجح في الحياة، فعايز نشوف دول هم اللي صاحبوني. البيئة الاجتماعية دي اسمها في علم النفس البيئة الاجتماعية. البيئة الاجتماعية دي مهمة خالص، إن هي تسحبك معاهم. يعني أنت لو قاعد وسط شلة من واللعب بابجي ومش عارف ايه، هتروح في سكتهم ان انت كده كده معاهم. فانت 1/50، فطبيعي ال50 اللي هتكسب. انما لما انت تسحب منهم وتروح مثلا تتعرف على واحد يصلي، هيسحبك معاه، تلاقيه ينزل استوريات دينية اصلا، فانت غصب عنك هتشوفها، فتلاقي دماغ راحت في دماغك، في عقلك الباطن، تلاقي نفسك مكمل في نفس الفكرة. نفس الفكرة في اصحاب النجاح. مثلا عايز تتعلم برمجة، خش في المجتمعات بتاعت البرمجة، خش في الجروبات على الفيسبوك مثلا المبرمجين، خش في اي حاجة فيها نجاح. فهي الفكرة دي، شوف انت عايز ايه وارمي نفسك في وسط ناس في المجال ده، هتاخد منهم خبرة، هتحس نفسك تمام، هتحس نفسك معاهم. ممكن تاخد منهم اصلا علاقات، ومعك علاقات مع الناس، عايز حاجة تخش تسأل. فالناس كده، هي دي العلاقات ودي فايدتها. رقم 7، لو ما عرفتش مخاوفك وهزمتي، هي في كل مرة هتهزمك. بمعنى ان انت عندك رهاب، انا عندي رهاب اجتماعي مثلا، فلو ما حاولتش ان انا نحاربه ونتغلب عليه في اوله، في كل مرة هو هيتغلب عليه وهيقوى، يقوى وانت كده، فخلاص هتبقى بعبع. انما انت لسه هاني، مثلا عندي رهاب اجتماعي في المحاضرات، مش عارف نسأل الدكتور مثلا، لا ممكن نقوم، ممكن نسأله في الاول بره الصالة، بعدها مثلا هنبقى عارفني مثلا او في تواصل معاه فنعرف نتكلم. هي دي المواجهة. فانت اهم حاجة تواجه مخاوفك في الاول، ان هي كده كده في الاول ضعيفة، فانت لما تواجهها في الاول هتغلبي، مش هتبقى مخاوف. والمخاوف اصلا هتتغلب عليها بالممارسة، بالتجربة، بالتعود. اي حاجة رهبة اجتماعية لما تتعود وحدة بوحدة، تواجه هتبقى عادي. الكلام قدام الناس أول مرة هتبقى صعبة، تاني مرة أقل لحد ما هتبقى عادي تتكلم ولا كان حاجة في دماغك. هي دي الفكرة بس. في النهاية يا ريت يكون الفيديو عجبكم، وصلوا على سيدنا محمد واذكر الله وادعوا اخواتنا في فلسطين وفي غزة وربنا ينصرهم، وادعوا لي عشان محتاج الدعوة الله اليومين دول بس. ولو عجبك الفيديو اكيد انت عارف هتعمل ايه. لو ما عجبكش يا عمي اكتب في التعليقات اللي ما عجبكش فيه، مش عارف يعني، ما فيش احلى من كده والله. بس هسيب لكم لينك البيج بتاعت الفيسبوك والانستجرام، هسيب لكم اللينكات، تابعوني. سلام.